السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، كل سنة وانتم طيبين وحلقة جديدة من ايف سبارك، والمرة دي حلقة مميزة. أنا بقول لك كل مرة مميزة، بس المرة دي مميزة ليه بقى؟ لأن نجوم الحلقة دي هم آخر دفعة أو آخر جروب كان عندنا في التدريبات في اي في اس، فاحنا هنتعرف عليهم مع بعض وهنسألهم شوية أسئلة خفيفة كده، هندردش معاهم شوية دردشة ونشوف الشباب المهندسين الجمال الجداد بتوعنا شكلهم إيه وبيفكروا إزاي وعملوا إيه في التدريب. فاحنا معانا النهارده أكتر من حد، فخلينا نتعرف على أول باشمهندس. ازيك يا هندسة؟ ازيك يا هندسة؟ عامل منورت ايه؟ إيه الدنيا. الأخبار؟ الله الحمد لله على يخليك يا السلامة. رب، الله يخليك. جيت لنا تاني اهو، بس مش في التدريب. مش في التدريب المرة جايين دي. نقعد كده مع بعض المرة دي شوية. بعد ما خلصنا خلاص. عامل ايه؟ كله كويس التدريب الحمد كان لله. حلو؟ التدريب كان كويس جدا. طيب. التدريب بجد كان كويس. عرفنا نفسك الأول كده عشان الناس تبقى عارفاك. أنا المهندس أحمد البلكيمي، ميكاترونكس انجينير. أنا خريج دلوقتي. تمام. وكان ليا قبل كده أكتر من تدريب نزلته تبع العربيات، ولكن عربيات بنزين. مش كان كهرباء. أول مرة أتعامل مع العربيات الكهرباء كان هنا معاكم يعني. محمد كامل، ميكاترونكس. سنة 5 إن شاء الله. نزلت آخر تدريب ولا؟ آخر تدريب آخر تدريب وآخر سنة وآخر حاجة وآخر حاجة في الدنيا. خلاص هموت كفاية بعد وكده. الفيديو حبة ده. بقول لك. انا باشمهندس محمد احمد، دفعه 23 جامعه مصر، مهندس ميكاترونكس. انت كده يعني في كام يعني كام ان هندسة شاء كده؟ الله يعني تالتة هندسه ان شاء طب الله، فاضل لي حلو. سنتين يعني. خدت تدريبات قبل كده بس ما لهاش علاقه بالعربيات ما الكهرباء خلاص خالص. ماشي، ما كده مفيش تدريبات عليها كهرباء غير الحمد لله. لسه احنا حصري لحد اه دلوقتي. اول تدريب فعلا، وكانت حاجه مميزه بصراحه ان الحمد احنا لله. شاركنا فيها يعني، وطبعا تمام تحت ايد حضرتك، ربنا وحضرتك كنت يبارك معانا في فيك. التدريب ربنا يعني، ما يبارك فيك. قصرتش والله. ربنا يبارك فيك. طيب، ايه رايك بقى في عواد الكهرباء؟ لا بص، كلمني الاول، انا عايز حته كده سؤال، مش مهندس. ايه رايك في عواد الكهرباء عموما عربيات الكهرباء عموما، عايز اقول لك ان انا كنت عارف عنها حاجة وشفت حاجة تانية خالص. اصلا؟ يعني انا بالظبط. العربيات الكهرباء بالنسبه لي كنت حاسس ان هو لا حاجه لازم، يعني ممكن تكون موجوده جنب على عربيات البنزين في البيت، اه تقضي بيها مصالحك اه جنب البيت، سكن قريب مش كار عارف ايه يعني. بالظبط. مم. عمرها ما كانت تبقى عربيه اساسيه، لان هي كنت شايف دايما ان هي عمرها ما كانت هتبقى اعتماديه زي عربيه البنزين، طب او عمرها ليه ما كنت شايف كده؟ هتحقق يعني كده. ايه الحاجات اللي وصلت لك الفكره دي؟ فيديوهات كانت بتشاف، وكانت معلومات اغلبها مغلوطه عن ان مم. العربيات الكهرباء دي لا ده ما فيش رينج، ده العربيات ديت مش هتمشي كتير، العربيات دي بعد كام سنه البطاريه هتبوظ عضعض البطاريه. سعر البطارية مش عارف أكتر من نص سعر العربية، حاجات كتير كانت مم. بتحسن الواحد لأ. مشاكل الناس كانت بتطلع تتكلم، مفيش بنزينات، مفيش محطات، مفيش مش عارف ايه، الحاجات دي كلها كانت بتحسن الواحد ان لأ، مش دلوقتي خالص. تدريب. والله ما كانش ليا اي خلفيه خالص مع العربيات الكهرباء نهائي، ماشي. ولا حتى كمعلومات سطحيه. ماشي. بس كنت يعني اللي احنا كنا بنسمعه على طول، او اللي كان عندنا في دماغنا منطق، ان عربيات دايما البنزين احلى من العربيات الكهرباء. هو ايه ده؟ كنا مين اللي قال كده؟ دايما هو ازاي كنا دايما انتوا بتربوا عارفين، على الحاجات دي ازاي؟ كنا دايما بنسمع الكلام ده، لحد ما دخلنا احنا وشوفنا. هو ده بجد شائع يعني ده؟ ده عامة ان هي والله. مفيش اي خلفية عن الناس في حتة العربيات الكهرباء. والله أنا في الأول قبل التدريب كانت معلوماتي محدودة نوعا ما عن العربيات الكهرباء، يعني ما كانش عندي المعلومات الكافية ولا الخبرة عامة في العربيات الكهرباء. ماشي. وكانت بالنسبة لي برضو مش عملية أكتر حاجة، لأن كل اللي أنا شايفه إن هي عربية ماشية بالبطارية. ممكن تواجهها مشاكل زي اللي احنا بنسمعه، الحرايق إنها تخلص مثلا في نص الطريق، فساعتها أنت مش هتعرف تعمل إيه. ف دي نكته دي. دي نكته إن البطاريه تفصل مني فجاه، ده نكته. ما ماشي. ده اللي أنا بسمعه اه أنا قبل ما أعرف. لو متاح ليك فرصه تشتري عربيه اه كهرباء، بغض النظر عن البادجت، يعني اركي فلوس، انت عارف فلوس سهله. اذا كان هتحل. على فلوس سهله يعني. انت محلول. شوف ايه العربيه اللي نفسك تركبها آم، كهرباء؟ تسلا بنسبة كبيرة، يعني لأن تسلا ايه دي طيب؟ في موديل اس تقريبا هو موديل اس؟ اشمعنى ده؟ شكلها رياضي كده حلوة تحب يعني. انت موديل اس؟ أكيد. ما بحبهاش، ما بحبش تسلا عموما أنا يعني. متربي على موديل اس. من صغري وانا بركب موديل اس. دلوقتي في عربية عجباني اللي هي السونج ال دي الصراحة. دي بشوف. سونج ال. اه ماشي، اشمعنى؟ شفتها في الشارع اكتر من مرة. العربية الصراحة شكلها شبابي كده لذيذه. وكول يعني كده، هي سونج ال سبويلر وبتاع. عموما يعني ناس كتير بتحبها، والشباب بالذات خلي بالك، اه عشان الكوبيه والسبويلر وبتاع شويه ما حركات كده بالظبط، هي الشباب بتشد هي بيحبوا. انت معاك بتشد. عربيه انا معايا عربية ايه؟ معايا كيا سبورتاج. هتغيرها امتى؟ تتباع ويجي سونج ال على طول. عايز اقول لك ان سونج ال شفتها في مرة بعد ما طب كده، فانا الشاب والحماس واخدني ودوست جنبه بنزين، ويا ريتني ما عملت لا كده. لا خلاص بقى، ما بقاش فضايح بقى خلاص. سبورتاج مع سونج ال بصراحه مفيش الموضوع صعب. مفيش. والله ولا غير اشباح بيقعوا على السونج ال دول لا يعني. هو بقول لك. يختفي. ها خلاص.
يا سلام بقى لو سونج ال 4 دبليو دي كمان، سونج ال الموتورين مفيش. هتنساه خالص، مش هتشوفه. انا من عشاق البي ايه ده؟ ف ماشي بيماوي. خلينا طبعا حاجه ناحيه الاي 7. الاي خد لك 7 i7. الايات عامه من فوق حاجه خيال عامه. خليك في او اي 8، ما الاي 8 حلو اللي انا قريت بس عنه هايبرد، الاي 8 هايبرد. لا اي 7 i7 فول الكتريك جميل، i7 برضه بس عربيه غالية أوي. تحفه يعني. غالية قوي. احنا مالناش دعوه بالبادجت احنا بقى، احنا صح نفسنا كده في كده كده نفسنا في بي ام، وربنا يسهل ربنا بقى. يسهل ان اللي شاء يجيبه الله. ربنا كويس. بإذن طيب قول لي معلومة كنت عارفها مقتنع بيها قبل التدريب وطلعت غلط تماما. ان كفاءه العربيات بنزين اعلى من كفاءه العربيات كفاءة الكهرباء. كافيشنسي يعني كفاءة ايه كافيشنسي بالظبط؟ طبعا، كفاءه كاداء العربيه. كنت فاكر ان العربيه البنزين بتديني كل ك... كاداء كانت كهورس بتديني باور يعني وبرفورمانس احسن من من الكهرباء. لا الكهرباء. دي بالذات الموضوع ده كانت مفاجأة كنت بالنسبة لك مقتنع اعتقد صح؟ جدا. ان انا اول ما سمعت النسبه اصلا، فرق النسب ده ايه ده فاهم؟ صح هو خضيت فعلا بصراحه. فرق كبير يعني، بنتكلم في 30% قصاد 98%. 98% او الفل يعني. كنت مقتنع ان العربيات الكهرباء دي عمرها ما هتيجي، ان انا عمرها ما مش هتيجي فين؟ عمرها ما هتيجي قدامنا، ان انا مش هشوفها في الشارع اصلا بالظبط. لا اله الا الله. لا مش كده، مش فاهمني، ان انا مش هشوفها في الشارع الناس تبدا تشتريها مش حاجة وتستخدمها. متداولة يعني. بالظبط. الفتره الاخيره دي بدانا نشوف العربيات في الشارع، بدانا نشوف الناس بتستخدمها، بدا يكون في صفحات على الفيسبوك، جروبات لناس ملاك للعربيات ديت. الحاجات دي انا كنت عمري احنا ما بقينا كنت كتير خلي متوقع. بالك. اه بقينا بالظبط. حاجات كتير جدا. انا ما كنتش مقتنع ان الحاجات ديت هتحصل. ومش بس انتوا بقيتوا كتير وكده، لا ده انا لما نزلت وفهمت عن عربيات الكهرباء وبصيت عليها وبدات حتى ابحث مع نفسي بعد ما خلصنا التدريب، الموضوع كويس والعربيات دي فعلا حلوه، وفي مشاكل كتير في البنزين اتلغت بسبب في حاجات العربيات كتير الكهرباء. اتلغت تماما، ما بقتش موجودة خالص. بالظبط. فلا دي كانت من اكتر القناعات بالنسبه لي، ان انا حاسس ان هي مش هتحصل، ان واخده بروباجندا في الاول، الناس ده عربيات كهرباء دي جميله مش عارف ايه، يعني كنت حاسس ان هي وهتختفي. موضة، يعني انت كنت تعملها قبل التدريب حاسس ان هي موضة يعني بالظبط. يومين وتتكل على الله مش هنسمع عنها تاني. بالظبط، زي حاجات كتير ظهرت زي كده، ولكن لا العربيات الكهرباء بتتطور مش بتقل، هي سريعا بتزيد. وبتطور سريعا كمان، بتتطور بشكل سريع سريع سريع. كنت مقتنع ان العربيات البنزين احسن من الكهرباء اصلا اصلا. كده لو يعرف ان التدريب ده كهرباء كانش جه اساسا. لا والله، لا بالعكس، ده انا جيت عشان احاول اشوف لو الفكره دي صح ولا صح ولا غلط؟ عشان ولقيت ايه؟ اتاكد طب برضه طمني بنفسي. طمنا، ده انا قلقان كده. لا بالعكس، انا احنا فكرتي صح يعني، اتغيرت تماما. نكمل يعني طيب. لا زي ما احنا. ماشي. الحمد لله. اصعب امم اصعب واغتت حاجه في التدريب غيري. لا بالعكس، ده انت عسلية الله والله، ده يبارك انت اللي محل التدريب والله. الجزء النظري انا ما بحبش النظري. انا كشخص ماليش في النظري. اصعب ده حاجه، اصعب حاجه والله بجد والله. انا بنسى. اصلا انا ناسي انا فطرت ايه. انا بالنسبه لي ما بحبش النظر اكتر يعني، بالعكس انا كان بالنسبه طب لي بتعمل ايه في الجامعه اسهل. طيب؟ ايه عندك في الجامعه كتير نظري. ما بتمشي بقى، ربنا بتتحل. بيسرها. على الله. بتتيسر يعني. يعني انا بالنسبه لي كان الجزء العملي او الاسبوع الثاني كان احسن بكتير من مع ان الاولاني. حسابك بتفرهد مني في الاسبوع التاني ده. لا لا والله حضرتك بتفرهدوا مني. الهودي بقى صح؟ واللبس مش عارف، ده، حاسسكوا كنت جايب لا هو انتوا العفريت النتيجه وبتاع. احسن، بس حسيتكوا تعبتوا. انت عارف بقى لما انت نتعود لو كان في رمضان التدريب ده كنت هتعمله ايه؟ ما كنتش هاجي. ايه رايك في امتحان النظري؟ لا مش حلو. مش حلو صح؟ مش والله كان سهل هو كان سهل، بس انا مش ماليش علاقه بالنظري بصراحه. برضو انت كمان؟ لا، ما هو حطني في عملي ما انا حضرتك شفت يعني. لا انا شفت. انا عايز اقول لك ان انت لا انت الصراحه انت كنت خليت لنا الموضوع بسيط اكتر ما هو كان ربنا بسيط. يبارك لك. ده حقيقي الصراحه، لان كان في حاجات، في غلطات حصلت. انا واحد من الناس كنت هولع لك في البطاريه. حصل. لو في مكان تاني لا كان ممكن يكون في تنشن، ممكن مش عارف ايه، لا انت اتعاملت معانا الصراحه في الموضوع ده بسلاسه. لكن اصعب حاجه قابلتني بقى في موضوع التدريب ده، لما جينا نشتغل في الشغل العملي، كنا حتى انا والجروب اللي معايا في توتر كان مقابلنا، ان احنا جروبكم كان صعب. بالظبط. لا احنا كان مقابلنا توتر ان لا الحاجه دي غلط، الحاجه دي اول مره اتعامل معاها، شغل البطاريات اللي حاولنا نجمعها، الحاجات دي الواحد كان متوتر في الاول. انت خلي بالك احنا في حاجات واحنا بنحط السيستم بتاع التدريب ما كانش يعني مش بنتعامل ان هي حاجات اول مره تعملوها. بالظبط. هي دي الفكره، احنا كان في حاجات احنا انتوا جايين حاسين انتوا عملتوها قبل كده، انت فاهمني؟ في ناس مننا عملت ما اعرفش، انا بس اتفاجئت ان في ناس- اغلبكم ما بالظبط. لا في ناس ما كانتش عملت خالص في الحياه. ما بالظبط. دي يعني مشكلة. كان في شويه غلطات بتحصل للناس اللي بتيجي تحسب البارلل والسيريس والكلام من ده. صباح الفل. كان في غلطات جامده يعني.
بس فده اللي كان صعب شويه، ولكن الحمد لله من تاني يوم تقريبا عملي او تالت اه يوم. هو عادة اه انتوا الجروب بتاعكم تاني يوم بصراحة كان فل خالص، واول بالظبط. يوم كان الدنيا مهزوزة اه شوية، وتالت يوم تاني يوم كانت الدنيا. الدنيا فاقت ورجعنا، اشتغلنا طب اصعب كويس. حاجة فيهم العملي، ما فكنا مواتير ولا بتاع ولا في حوار المواتير ده لما كان المفروض ان احنا كنا بنفك تقريبا الاون بورد اه وتحتنا بيفكوا علبه الفيوزات، اه تمام، او العكس لا تقريبا. انتوا كنتوا تحت، اه الامبور تحت وعلبة الفيزات فوقيكم. بالظبط. اه فكان المفروض ان احنا بنتعامل مع الجروب التاني، اه فكان في دايما لخبطه بقى بتحصل. هم المفروض يفكوا، بعد كده احنا نفك، احنا نرجع الاول، بعد كده ايوه هم ايوه يرجعوا. دي كانت بتعمل صح، لخبطه كنتوا يعني. عطلوا بعض انتوا. ده كان جروب فالجروبات ايه التانيه ده؟ كانت بتخلص واحنا قاعدين. ايوه انتوا قاعدين، انتوا اخر ناس بيمشوا. بالظبط. طيب قول لي كده اصعب حاجة في التدريب. والله التدريب كله كان زي العسل بصراحة، الله يعني يبارك عشان فيك، حضرتك كنت موجود ربنا برضو، يبارك باشمهندس فيك، حمدي ما قصرش، الناس ربنا كلها ما يبارك فيك. قصرتش، عم أحمد برضو ما قصرش، باشمهندس أحمد، اه الناس اه كلها يعني ما قصرتش. آم، أصعب جزء كان النظري من وجهة نظري، مش كمعلومات أو مش كفيه، على قد ما كان الامتحان بالنسبة لي كان رخم، امم لأن أنا ما بحبش النظري عامة. امم كمعلومات أنا تقريبا 80% من المعلومات أنا فهمتها كويس اه وأقدر أتكلم فيها يعني. لكن هو كتوتال تدريب بصراحة كان ممتاز جدا يعني، وأشكر حضرتك الله يعني يبارك فيك. بجد. طب العملي، ولا العملي كان تمام معاك؟ العمل كان بالنسبة لي بالنسبه لكم، انا بس حاجة. انا لازم احكي الموضوع ده. يا جماعه باشمهندس كان في جروب، الجروب ده كان اسمه جروب اف. يعني جروب اف ده اعتقد احنا مش هنساه في باقي التدريبات كلها يعني. اعتقد لو دربنا 300 طالب بعد كده انا هفضل فاكر تقريبا جروب اف ده. الجروب ده كان في النظري كلهم ما بيحبوش النظري غالبا، نفس القصه كده، بس كانوا في العملي يعني. الشباب دول كان اللي بيشوفوا الحاجه مره واحده بس بتعمل، بيخلصوها تاني بعديها بثلاث دقايق. يعني مثلا احنا جينا في البوينت بتاع بوكس الشحن مثلا، في الشارجنج بوينت، فهم اتفاجئوا ان هم هيشوفوا النقطه الشحن اللي بتتعمل او البوكس بيتجمع، وهيشرح لهم مره واحده. بعديها ب 10 دقايق مطلوب منهم يعملوه، ومش يعملوا له هم يصوروا شويه سلوك وخلاص، لا يعملوه شغلوه ويطلع شغال ونشحن بيه اوريدي عربيه. ففي جروبات كتير اتاخرت، يعني عملوه تاني يوم، او يعني خد معاهم وقت تاني يوم. جروب اف الشطار دول مش فكره ان هم خلصوه في وقت او خلصوا اول ناس، لا هم خلصوا اول ناس واقل جروب بيسال. واحنا بنعمل السيناريوز بتاعت كل نقطه شحن، احنا كنا عاملين كل كيس احنا مدينهم اصعب نقطه، فالناس دي كانت واخده اصعب نقطه شحن. الناس دي كان خلصوا اول ناس، وبعديها ب 10 دقايق بالظبط من شرح النقطه. فبصراحه كانوا شاطرين قوي 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 في العملي، من اشطر الجروبس. وانا مش هنساهم لان زي ما بقول لكم اسئلتهم قليله، مجهود كبير، ما بيكسلوش، ما فيش حد فيهم واقف بيتفرج، هم كلهم اوريدي شغالين، مع انهم برضه كنت اكبر جروب تقريبا. لا ستة كنا ستة في ستة، الجروب. ما هو الجروبات تانية كان في ناس كتير بتبقى مش موجودين طبعا مش ساعات عايزين ننسى حد من الشباب أو الناس دي فكانوا كلها. مثال حلو. حتى لما جينا في اخر التدريب بديهم فيدباك على الجروب، هم مثال حلو، كانوا شاطرين، هم عارفين يتعاملوا مع بعض، عارفين بينهم وبين بعض في ألفة كده لذيذة، كلهم متفاهمين مع بعض، بيخلصوا شغلهم بدري او بيخلصوا شغلهم بشكل كويس، ما بيستخسروش يعني في حاجات اصلا كانت مطلوبه منهم في وقت من الاوقات او في اليوم بتاع نقطه الشحن دي. انا فاكرك انت بالذات وانت بتعدي سلوك من حته معينه اصلا ما حدش طلب منه يعمل كده، كان بكل سهوله يقول لك لا طب ما هي كده، ده الاسهل، او ارميه هنا كده وخلاص احنا كده خلصنا يا باشمهندس عايزين نسلم عشان نروح. بس فعلا ده ما حصلش يعني بجد. انتوا كنتوا هايلين. الله يخليك يا جروب باشمهندس اف والله. كانوا كلكم الله كلكم يخليك. بلا تحديد حد معين يعني، كلكم كنتوا شطار قوي. الله فالجروب يخليك ده يا كان هندسة. مفاجاه بقى لكل عارف انت الطالب اللي قاعد ورا على طول في الفصل ده، اللي هو قاعد ورا كده وايه، وقاعد كده وقاعد بيسمع وساكت وخلاص. فده كانت المفاجاه ان هو في اخر التدريب ياخد هو تقريبا احسن جروب في العملي بجداره، غير طبعا الجروبات اللي خدت احسن في النظر، لان كان في ناس شبه مقفله الامتحان يعني. مظبوط. بس كان احسن جروب في العملي هو جروب اف. فانا بصراحه كان لازم امنشن لجروب اف. بصراحة انتوا جمال. كنت يعني كنت أزعل مع حضرتك جدا لو ما كنتش اتكلمت في الموضوع ده يعني. كان لازم يتحكي بصراحة. لا انتوا جمال، انتوا ربنا جمال. يخليك يا باشمهندس. قول لي موقف مش هتنساه يعني، او إيه اللي كان حلو في التدريب، بس يعني لو في موقف تبروزه كده تقول لي لا انا الموقف ده يعني هيعلم معانا شويه. يمكن نقول مثلا اول او تاني يوم تدريب. طبعا الاستقبال اللي انتوا قابلتوه لنا ده كان ما توقعناش ان احنا نقابله في تدريب. بص، مش اول مره ننزل تستاهل تدريب. بصراحه. حلو. تنزل كام تدريب قبل كده انا قلت لي؟ نازل 5 تدريبات تبع الجامعه. اصلا ماشي، ونازل بره الجامعه اكتر من تدريب. حلو بدون ذكر حلو. اسامي بقى، ماشي. بالظبط. ماشي. فلما جينا طبعا الاستقبال اللي انتوا استقبلتونا بيه طبعا كان استقبال جميل يعني. الواحد حس ان في حاجه حلوه. في حاجه مختلفه. بالظبط.
كلامك معانا بقى في الاول انت بتعرفنا عربيات الكهرباء. كان في سؤال انت سالته لنا في الاول، تعرف ايه عن عربيات الكهرباء؟ ايوه ده كان مهم سمعت أوي. كميه حاجات غريبه انت طبعا يوم. حصل الناس معلوماتها مغلوطه انا كنت خالص عن عربيات مبسوط، انا كانت الكهرباء. اول مره اسمع كلام كله غلط، بس انا مبسوط لان انا عارف ان الشباب اللي قاعدين كلهم كل الكلام ده هيتمسح، او خلاص انا واثق ان الكلام ده بكره او بعده هو كل الكلام الغلط ده هيختفي. بالظبط. فدي من المواقف فعلا اللي انا مش هنساها، لان حتى انا برضو كنت بسمع حاجات، الحاجات دي متداوله. هي الفكره ان الشباب مش عارفاها كده، الشباب عارفاها من التداول. من كتر ما موجود. بالظبط. لا يعني ما حسيتش منك بقى ان انت ايه الهبل اللي انتوا بتقولوه ده يعني. هو ايه الهبل؟ بس انا بالظبط. ما قلتش. لا يعني خدت كل واحد سؤاله اللي كان عارف حاجه غلط قلت له عليها ايوه وفهمته صحيح الصح ومش صحيح عارف إيه. صحيح. الحاجات دي الصراحه فعلا الواحد بص هو برضو فكره التدريب او يكون عندك شباب متدربين، احنا انت ما انتش موظف او مش حد جاي يشتغل، انت اوريدي جاي تتعلم. بالظبط. فكده كده الخطا وارد، بس برضو بليميت يعني، بس الخطا كده كده وارد. الفكره بس ان انت مش زي ما دخلت زي ما تطلع. هي دي كانت اهم، او السؤال ده بالذات انا سالته في اول يوم. انا فاكر لما كنا بنرتب القصه دي ان احنا نسال السؤال ده عشان نشوف الناس اللي جايه لنا يعني دماغهم فيها ايه، او دماغهم معتقدين ايه عن العربيات، وهم طالعين نشوف الكلام ده اتظبط ولا ما انا عايز اتظبطش. اقول لك حاجه من احسن الحاجات اللي مش عجبتني انا بس، ان هي يمكن عجبت كل الناس اللي كانت في التدريب. ايه لما خدنا ورقه كتبنا فيها اجابات واسئله، كنت انت سالنا اسئله في الورقه بتاعت وبعد كده كل الكيس. جروب بيناقش الجروب التاني. الكيس الموضوع بتاعت ده الاعطال دي. خلى يعني فارق مع الناس كلها. انت بالظبط. انت معلوماتك جاوبت على اساس معلوماتك، والجروب التاني جاوب على اساس معلوماته، وبدات تتناقش مين مهندس صح ومين لمهندس، غلط، مين صح ومين غلط. مهندس لمهندس. بالظبط. لا فبقى الموضوع حتى اللي مش عارف حاجه استفاد حاجه. انا مش قاعد بسمع شرح وخلاص والمهندس عمال بيرغي قدامي واطلع من التدريب زي ما كاني ما جيتش. صح. بالظبط. فدي ما انا كانت صح، انا في السن، ما احنا تقيل. عارفين. انت برضه انت تقيل. لما تقعد تتفرج تشوف محاضره 40 دقيقه ولا ساعه ولا بتاع، بالظبط. الواحد بيفصل اصلا خارج. ده فانا كان حقيقي. دايما مركزين، انت لو خدت بالك تقريبا كل يوم حتى في النظري يا شباب، النظري العادي كان في كل يوم تقريبا في حاجه، في اكشن بيحصل، في خناقه، في جروبين بيقطعوا في بعض، بالظبط. في كيسز، في مشكله محتاجين نحلها. كان دايما كل يوم حتى في النظري، بعيد عن العملي خالص، عم نتكلم في حاجات النظري، صح. كان في حاجات كل يوم تقريبا بنعملها عشان خاطر الدنيا تبقى انتراكتيف والناس ما تزهقش يعني. دي حاجه برضو هم معلمه، احنا على فكره الكلام ده ما كمليش فيه تماما يعني. دي حاجه معلمه مع باشمهندس، هم اكيد مع اغلب الجروبس اللي كانت موجوده. ودي حاجه من الحاجات اللي احنا اشتغلنا اصلا عليها. احنا عايزين الموضوع يبقى مختلف، مش عايزين محاضره تا 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 والناس قاعده بتنام مننا اصلا. بالظبط. انا عايز اقول لك ده كلنا حسينا بيه. انا ما حسيتش ان انا جاي قاعد اسمع محاضره قاعد تتكلم عن عربيات الكهرباء وخلاص. لا، انت حتى لما كنت بتعرض العربيات القديمه مثلا زي السول والحاجات دي، تجيب لنا العربيه متوقعين ايه يا شباب عن العربيه دي، وبعد كده نعرف الرينج بتاعها، بعد كده نعرف السعر بتاعها، في مشاركه شغاله على طول. قصتها انت ايه؟ مش قاعد بتتكلم وخلاص. فهنتكلم مثلا في حته التنشئه ما بيني انا ومنذر على طول في العملي. انا ومنذر على طول، لو كان باشمهندس حمدي كان بيصور كان على طول انا ومنذر بنتخانق على اي حاجه. بس دي مش خناقه يعني، احنا ما كناش بنتخانق، بس انا وهو كنا دايما احنا الاثنين بنتخانق مين اللي هيشتغل. لا هي اصلا ما كنتش بقول لكم يا جدعان. بس عمر ساعتها يعني مسكنا احنا الاثنين هنتخانق على ايه؟ مش لاقيين حاجه تشتغل يعني، مش لاقيين حاجه نتخانق عليها. فكنا بنتخانق بجد على مين يشتغل ومين اللي يخرج ومين اللي مش عارف ايه. احنا الاثنين عايزين نعمل كل حاجه، كل حاجه حرفيا عايزين نعملها. بس الحمد لله يعني قدمنا صوره ده كان كويسه. محسوس على فكره وباين، لو الموضوع ده كان باين ان هم بيتخانقوا فعلا مين اللي هيشتغل دي ومين اللي هيحط مين. في الوقت ان كان في ناس تانية عادي بيحاول ان هو يريح دماغه شويه، هم الجروب بتاعهم الله اكبر بس يعني. وبصراحه كانت نقطه شحن، احنا كان في عندنا بوينت ان احنا ما قربناش البوكس لينا، فدي كانت مصعبه الدنيا جدا في حته السلم. مش عارف، هي دي كانت البوينت الوحيده عندنا. لكن باقي التدريب كان زي العسل، وكله كان مواقف لذيذه يعني. الحمد لله. احنا ايه الحاجه اللي حسيت ان هي كان ممكن تبقى موجوده؟ حاجه يعني كان نفسي تبقى، يعني كان نفسي في الحته دي تبقى موجوده. ان احنا نركب العربيه بس كده بالظبط. سهله خالص. بالظبط. ده حسيت ان هو احنا محتاجين ان احنا نشوف العربيه. فكرني بقى الجروب الجاي نعمل تور كده باي عربيه. بالظبط. لان الموضوع ده انا عمال اسمع عنها كعربيه، عن محركها، عن مش عارف ايه. طب انا بس انت فكيت العربيه نفسها تركب ايه؟ حلو. خلاص ده انا دلوقتي احنا فصصنا العربيه خالص. انا راكب عربيه 130 حصان بنزين، بدوس بنزين، انا عارف انا عامل ازاي. طب الوات ده بقى، العربيه دي كام كيلو وات، انا هعرف منين بقى الباور بتاعها ده؟ حسيتوش. أيوة. الموضوع ده كان هيفرق معانا يعني. يا سلام، حلوه دي، سهله جدا دي. كان نفسي مثلا يبقى في تيست درايف يا جدعان ده في انتوا متفقين؟
والله قال ماشي. كده نفسه كده. انت كده كان لازم في تست درايف، دي الحاجه اللي حسيت اه ان هي كانت تبقى برضه في مكان مفتوح بره عشان العربيات غاليه اكيد يعني ماشي والله، نعملها للجروبات الجايه، اي فكره حد حلوه هيتدرب يا والله. جماعه بس بعد يبقى معاه كده رخصه طبعا، مش عارف. هنعمله تست درايف. اكيد رخصه، احنا اه مستخدمين عربيات المصرية، مش فلوس ناقصه، هي ناس. فلوس ناس دي اه بقول لك. مش سايبه. طيب قول لي بقى، انت كان عندك اسئله ايه؟ كان عندي اسئله. الاكتر مشكله بتواجه العربيات الكهرباء حاليا كصيانه يعني؟ كصيانه طيب وعادة أغلب المشاكل اللي بتواجه عربيات الكهرباء كصيانة بتبقى الأجزاء اللي الإنسان بيحتك بيها، يعني امم اللي إحنا بنمد إيدينا فيها إحنا بنخرب. عادة يعني، عادة ده اللي بيحصل. أنت صعب أو يعني مش حاجة سهلة كده أو حاجة عادية إنك تلاقي مثلا مشكلة في موتور أو انفرتر أو الحاجات اللي هي أصلا إحنا ما بنحتكش بيها بشكل مباشر. عادة المشاكل كلها بتبقى في الأونبورد. اه عادة في اغلب الاوقات مشاكل في الشحن، مشاكل في الانبورد، حد امم جر العربيه سحبها، حد دايما بيبقى في حد عمل حاجه فالعربيه حصل فده لها اللي اساس خبطه المشكله يعني. قويه في البطاريه من تحت، اه اتخرمت، في شويه حاجات كده بتحصل. بس عاده او مش عاده، ده بنسبه 99.9 اه تبقى بسبب تدخل بشري، ما تبقاش بسبب العربيه نفسها. ما هو برضو يعني في حاجه برضو مثلا مشكله المطبات اللي احنا اتكلمنا عنها في التدريب. اه فدي مشكله مش من عندنا احنا يعني. دي مثلا الطرق هي كده. ايوه صحيح، بس يعني في مثلا مناطق المطبات بتاعتها بتكون معموله بشكل مثلا بص مش احنا احسن شفنا حاجه. احنا فكينا بليد باتري وشفناها اللي هي بطاريه اه البي دي. البليد باتري مثلا مصفحه بشكل رهيب، امم فكرة مطب ما يبوظهاش. احنا بنتكلم على حادث، اه انما احنا بنتكلم كل ما هو احنا هنحك في مطب، هتترزع على مطب، هي مش عارف. امم كل اللي احنا بنتكلم فيه ده على طرقنا، ما احنا عايشين مع بعض في نفس الزون وفي نفس البلد. اه كل طرقنا ما فيهاش حاجة كمطبات تأذي البطارية او يعني دي كلها معمول تعمل حسابها يعني ضرر في من ناحيه البطارية، ده كله عامل حسابه. امم انما الحوادث موضوع تاني. اه يعني ايه حوادث؟ يعني حاجة دخلت في العربية من الجنب أذت البطارية، امم آه، حاجه حديد في العربيه من تحت خدت العربيه من اولها لاخرها، اه مش مطب. حاجه فاحنا جامده يعني حاجه حاجه. مختلف، حادث، ده حادث او اه حاجه اب نورمال، يعني حاجه مش طبيعيه. انما الظروف الطبيعيه، الحفر والمطبات، الحاجات اللي هي اللي في امم اغلب شوارعنا واللي احنا متعودين عليها، ما تاذيش البطاريه نهائي اه نهائي. والله كان سؤال كنت حابب اساله لك من ساعه ما شفتك كنت بتتكلم معانا يعني عن وانت بتعرض وبتعرفنا عن نفسك، قلت لنا ان انت شغال في المجال ده تقريبا من 2019. صحيح حلو. ف صحيح. 2019 ده انا ما كنتش اعرف ان في عربيات كهرباء اصلا. مش لوحدك. بالظبط، انت فاهم قصدي. كتير. وما كنتش شغال بره، انت شغال في مصر هنا، اه وبدات ان انت تتعامل مع العربيات دي. صحيح. ازاي جالك ان انت تخش في المجال ده وتكمل فيه، وانت حواليك الدنيا كلها بنزين، حواليك كل الكاستمرز عايزين بنزين؟ آه قدرت ازاي انك تخش لا وتكمل فيه؟ بص هي الفكره الحته دي، يعني انت تشوفها ريسكي شويه، امم يعني تحسها ريسكي شويه، بس انت بتتكلم في وقت احنا لو لسه هنخش دلوقتي ممكن تقول ريسكي، بس احنا هنخش وقتها الموضوع مش ريسكي. ازاي الناس مين هقول لك ليه مش زمايلك؟ ريسكي، لان انت اصلا طالب في تانية جامعه، تمام. عندك ايه تخسر؟ ايوه فهمت يعني قصدك. انت ستيل في السن ده، انا ليه ده اكتر وقت انا بحب لو حد لسه عارفه جامعه وحد يعز عليا، اقول له شوف، دور، شوف بيزنس، شوف امم شغل، اتعلم، وي لان انت في كومفورت زون اصلا. احنا بنبقى في الجامعه فاكرين ان احنا بنتعور ولهوي ويا خرابي والدنيا والضغط انت في كومفورت زون اصلا. امم انت وقت الجامعه ده، انت ده اكتر وقت مناسب ان انت تجرب وتتعلم وتغلط، ما عندكش ريسك. ريسك ايه اللي هتعرف تاني جامعه؟ هيحصل ايه؟ بالظبط. واصله لك؟ الريسك ده على حد ممكن نقول بقى في مرحله زي احنا فيها دلوقتي، ده خلاص عنده التزامات، عنده فده عنده ريسك قبل ما ياخد ستيب، لازم يكون مذاكرها مليون المية عشان اي غلطه فيها هتاثر عليه. انما ماشي، طالب في بس تانية جامعه، معلش، انا طالب في تانية جامعة، حبيت ان انا اشتغل في مجال العربيات ودخلت في سكة عربيات البنزين. كده هيقابلك اكيد قابلك حاجات يعني تعجزك وتوقفك وكلام زي ده. ده كده اكيد. كده ده كده كده. سواء في البنزين او في الكهرباء كان هيقابلك نفس الحاجة. بس انا في مجال البنزين لو عطلت في فلان اساله، في ايوه المركز في الفلاني ريفرنس اساله، في كتير، في 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 ريفرنس في كتير. حتى يوم ما هاجي اقع هعرف يعني اتكلم مع حد قبلي واخد عنده خبرة صح قبلي صح، ما انا يقول قلت لي. ده في تدريب، وقلت لكم حتى ان احنا كان بالظبط. بنشتغل عربيات ساعات هي واحده في مصر، اتنين في مصر، ما حدش شافها قبلي يعني. ما حلو. حدش مد ايده فيها قبلي. فانا كشاب لسه في تانية جامعه بدات في المجال في ده، انا شايف ان كل شويه لا حاجه تطلع لي معضله مش عارف احلها العالم بسهوله. ده يعني الجمله دي تبان نمطيه ممله، بس هي حقيقه جدا. هو الدنيا صغيره قوي دلوقتي، الدنيا امم سهله قوي دلوقتي. امم
الدنيا سهله قوي دلوقتي، اللي عايز يوصل لمعلومه يوصل لها، مم. اللي عايز يسيرش يوصل معلومه يوصل لها. احنا في عربيات اشتغلنا فيها والله العظيم ان هي كانت واحده بس في مصر، واشتغلنا فيها كانت في 2020 تقريبا. في 2020 كان في عربيات كتير قوي اشتغلنا فيها، كان في حاجات كتير تنزل مستعمله، مم. اشتغلنا في حاجات كتير قوي في 2020. الحاجات دي كلها كانت واحده بس في مصر. الحاجات دي كنا بنكلم الصينيين ونشتري السيرفيس مانوال بفلوس بارقام، نشتري السيرفيس مانوال ب 600 900 صفحه صيني، ونقعد نذاكره ونراجعه ونجرب ونشيل ونحط لحد ما نوصل للمعلومه. مم. فكره ان انت ما عندكش حد يساعدك هي دي صعبه، بس دي ميزه في نفس الوقت، ان انت كده كده هتحلها. فهمتك. يعني انا لحد النهارده انت المشكله اللي انت عارف، انت في قناعتك الشخصيه عارف ان مفيش حد هيحلها، مش محلوله نهائي، انت هتشقلب وتحلها، مم. هتتشقلب وتحلها. مم. 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 فانا اصلا عشان كده انا لما جينا في حته في زي التريننج، لما اتكلمنا على او طلبنا حاجات كتير قوي، طلبنا ايه؟ حاجات ريسيرش ايوه ايوه تبان حاجه مش يعني ملهاش مغزى، بس احنا اصلا قاعدين هنا بسبب الريسيرش. احنا قاعدين القعده دي وقاعدين في المكان ده عشان خاطر احنا دورنا شويه، مم. واصله لك؟ عشان احنا حطينا مجهود اكتر في الريسيرش، عشان حطينا مجهود اكتر. احنا ندور مره بالصيني ومره بالكوري ومره بالاوكراني ومره بكل لغات الدنيا. أيوة. شوف لك في حد عمل الحاجه دي في الكوكب، هاته. يعني في حد اشتغل في العربيه دي في العالم، هاته. دور عليه دور على وشوف المعلومه. في أنهي حد العربية حصل له دي. مشكله شبه دي. مم. احنا لو فضلنا محبوس انت جوه المدينه ولا جوه الحته بتاعتك وخلاص، انا ما حدش عملها قبلي، ما حدش لا، هيعملها. هي خطوة خلتك قبلك ولا دلوقتي معلش في وسط اللي موجودين لسه الناس بتتعلم، انت عندك خبرة انت مختلفة بتليد عنهم. يعني، الحمد لله بالظبط. احنا بنليد يعني. فانت في بالظبط. ظروف زي دي لسه في ناس يقول لك اصل انا هنفتح، بس احنا هنعمل. لا، احنا ما عاملين من 2019، عاملين من بالظبط. 2020. ماشي. قول. انا كان عندي مشكله في حته. احنا لما كنا بنتكلم في تدريب على عربيات الكهرباء دايما بنتكلم في ان هي جوه هنا في مصر، جوه مصر. ما بنبصناش لحته ان انا مثلا لو معايا عربيه وانا قاعد في القاهره او في الجيزه عايز ارجع بها الصعيد، زي ما ماشي اتكلمنا في النقطه دي. ماشي. عايزين نعرف ايه الحل، او نقدر نعتمد كحل اساسي هو للصعيد. الصعيد لو كام كيلو مثلا من هنا تقريبا؟ يعني مثلا هنقول ابعد مسافه مثلا بعد ماشي. المسافه اللي العربيه خلصتها. يعني كعربيات نازله ممكن نشوف عربيه ماشيه 600 تقريبا 600 كيلو. ده المتوسط دلوقتي. ده المتوسط دلوقتي اللي ماشي في السوق. كنا عايزين نبص لابعد من كده. لا، احنا كام كيلو يعني؟ احنا يعني الحته اللي عايز تروحها دي كام كيلو؟ او الحته الصعيد دي في يعني ممكن في حاجات في حاجات 1200 لحد كيلو. 1200 كيلو. انا عايز ابص يعني ان انا لا عايز عربيه هي اللي هتوصلني، بس تكون كهرباء. اعمل ايه؟ اقدر احل الموضوع ازاي؟ بص، احنا في الحالات دي يعني في ظروف معينه. احنا في حتى عملاء، احنا لو كنا خدنا وقت شويه في التدريب نتكلم شويه على السيلز او على البيزنس بشكل عام، كان في حاجات احنا بنقول ان احنا اهم حاجه السلكشن، ونقول للعميل يركب ايه وما يركبش ايه، وايه اللي مظبوط. ينفع وايه اللي ما ينفعش، وما نقولوش حاجه. اعتقد انا قلت حاجه زي كده في التدريب. انا اتكلمت مع حضرتك فيها في التدريب فعلا، وحضرتك قلت ايوه لي اعتقد وحضرتك قلت لي لو بنتكلم على الصعيد فهنركن الصعيد دلوقتي على جنب. بالظبط احنا اتكلمنا في النقطه دي لحد ما نتكلم احنا باستفاضه عشان ما عنها. نركنش الصعيد على جنب، احنا عندنا يعني حل من الاثنين. يا اما احنا يكون عندنا خط الصعيد بتاعنا يكون متغطي محطات شحن، واعتقد انه مش موجود دلوقتي، او مظبوط. مش متغطي بشكل كويس، مش او مش متغطي اصلا مش يعني. خلينا نتكلم في ان هي فصباح نادرا الفل. تقريبا. ماشي. احنا لو عندنا النهارده العربيات المتوسطه 600 كيلو، وانت بتتكلم في مشوار 1000 كيلو، فاحنا ال 600 دول هيمشوا معانا 450، هيمشوا معانا 500 مظبوط. عاده على طريق السفر يعني. مظبوط. هنتكلم احنا على الاقل محتاجين نشحن مره كامله. مره كامله فده طبعا لو مش افيلبل، فاحنا اصلا هتبقى فكره السفر بالعربيه الكهرباء ده فكره مستحيل. صعبه. في الحالات دي او في العملاء دي او في الكيسز دي، لما بيجي عميل يقول لك طب خلاص انا كده هروح اشتري بنزين، يعني انا بالظبط. كده ما عنديش حل غير اشتري ما عنديش بنزين. غير اوبشن فبنقول البنزين. له لا استنى، احنا عندنا ايه؟ عندنا الريف. الريف. عربيات الريف، الهايبريد اللي الباشمهندس تمام. حمدي شرحها في مظبوط. الكورس. السيريس بارل اللي هو اخر نوع موجود في كتاب، اخر ثالث نوع. السيريس بارل، او اللي هو بيتقال عليه هو الريف البيور النهارده، هو السيريس. تمام. مش البارل. فاهم. الريف اللي موجود في السوق النهارده اغلبه بعيدا عن بي واي دي وليوبارد، البراندات العاديه كلها بنتكلم في السيريز. ايه فكره السيريز؟ او ليه اقول له طب ما دام كده انا مش هشتري كهرباء، ليه اقول له اشتري ريف؟ ما اقولوش اشتري بقى بنزين وخلاص. لان اللي احنا اتكلمنا عنه كله في الكهرباء انت هتاخد اكسلريشن، هتاخد راحه، هتاخد عزله، هتاخد هدوء، هتاخد باور كويس، هتاخد الجو. تعتبر عربيه كهرباء بس فيها جنريتور او مولد ورا، تحط فيه شويه بنزين يديك شويه ايه؟ كهرباء. تمشيني بقى المسافه. عاده هتلاقي الرينج اصلا بتاع العربيات دي من اول 1200.
فاهم. لحد 1600 حسب العربيه، تمام. بلس ان انت مش شرط تشحنها، انت ممكن تفولها بنزين عادي، ممكن بنزين عادي. فانت كده مشكلتك اتحلت. بالظبط. فده حتى الان ممكن نقول ده اسلم حل، مع ان الحل ده احنا لا ننصح بيه تماما لو اللايف ستايل بتاعك وحياتك تسمح بعربيه كهرباء. احنا عربيه الكهرباء بالنسبه لنا او ده مقتنعين بيه تماما من كل الاتجاهات الاقتصاديه والبيئيه والمنطق والهندسه وكل حاجه. العربيه الكهرباء هي الافضل بلا منازع وعلى الاطلاق. بس امتى بننصح بالهايبريد او بالريف عموما؟ لما نكون كده كده خلاص انت رايح للبنزين، خلاص يعني كده كده خلاص انا رايح للبنزين، فانا كده مضطر اروح فين؟ اروح على الريف. على الريف. يعني هو عارف مبدأ نص العمى والعمى كله يعني بدل ما نروح خالص بنزين، ايوه لا خليك يبقى في عندي. الريف. هتاخد برضو، خلي بالك انت الريف برضو في حاجه بوينت لذيذه، الحاجات اللي في منها حاجات كتير بلاجن او كلها يعتبر بلاجن. البلاجن دي انت هتشحنها في البيت، هي بتمشي 200 كيلو بالظبط. مثلا في الشحنه، بطاريه صغيره بتمشي 200 كيلو في الشحنه، فانت طول ما انت ان سيتي ممكن ما تستعملش خلاص. بنزين خالص يعتبر، فاهمني؟ فبرضه يعتبر انت ستيل معاك عربيه كهرباء. عربية كهرباء. انما لو انت حياتك هتمشيك 600 كيلو او ما عندكش مشاوير مع اهلنا طبعا بتوع الصعيد، يعني لو انت حياتك حوالينا هنا في القاهره جيزه تجمع، حتى الصعيد قريب، يعني احنا بنتكلم بني سويف أيوة. قريب، اعتقد في حاجات في الصعيد مظبوط. قريبه. انت لا بلاش هايبريد، ما تشتريش هايبريد، مش احسن حل. هايبريد الحل الصعب للناس اللي ما عندهاش ما حل، عندهاش حل. اللي هو انا خلاص انا كده كده اللي عندي مشوار 1200 كيلو لازم، انا عايز اعيش الجو بتاع العربيه الكهرباء، فاهم. عايز اركب عربيه جديده، عربيه نظيفه، عايز امشي مع التكنولوجي، عايز اوفر برضه شويه فلوس، يعني مش قوي، مش هوفر قوي بس برضه فيها شويه توفير وشوية يعني. راحة بال شوية ساعتها يجيب ريف. غير كده انا نفسي ما بنصحش بالريف او بالهايبريد عموما غير في الحالات المستعصيه دي. طيب كان عندي سؤال تاني برضو، المصاريف بتاعة العربيات الكهرباء من ناحية الصيانة والبنزين أو الرينج اللي بتمشيه مثلا في الشحنة مقارنة بيها وبالعربيات العادية، العربيات البنزين. بص احنا عندنا يعني النهارده بعد اسعار البنزين الجديده مم. واسعار برضه الكهرباء الجديده، احنا عندنا تكلفه يعني اقل من الربع تقريبا، ربع او اقل من الربع. مم. يعني سي مثلا انا برضو مش حاسب ارقام دقيقه يعني، بس احنا لو هتمشي مثلا ال 100 كيلو في البنزين ب 100 جنيه هتمشيهم في الكهرباء 25 جنيه. مم. بلس سيبك من تكلفه البنزين، تكلفه البنزين سهله اي حد يحسبها، سعر الكيلو وات كذا وسعر البنزين كذا، دي سهله. تعال بص على تكلفه الصيانات. انتوا صيانات. فكيتوا العربيه حته حته. اه انت شفت بوجيه؟ لا شفت موبينه؟ مفيش حاجة. شفت سير عايز يتغير؟ مم. شفت ايه؟ انت اهو اشتغلت بايدك، اه قول لي ايه اللي انت المفروض تقوله لعميل، تقول له تعالى نغيره كل 10000 كل 20000 تعمل ايه؟ مفيش حاجة، هو الزيت بس في تسلا وهيتغير حسب اه تعليمات دي المصنع، عادية يعني، حاجات أساسية. طيب مفيش حاجه. لكن غير كده انما انت لو كلها. فتحت كبوت بس عربيه بنزين بعينك هتبقى 4 حاجات عايزه تتغير، مم. او 4 حاجات هتجيلي السنه الجايه يا باشا تغير دول، اه فاهمني؟ فاصلا التكلفه غير البنزين، انت مش على نفسك صداع هلك دوشه، مم. رايح اغير كذا ورايح اغير كذا وده ضرب وده اتقطع وده ده مم. صداع انت مش على دماغك. بلس الكوست بتاعت الكلام ده، انت النهارده الحاجات دي مبقتش رخيصه، أكيد الحاجات دي النهارده مش رخيصه. والناس خلينا كمان برضو على الكاتيجوري اللي بيشتروا العربيات بتاعتنا او بيشتروا عربيات الكهرباء، اللي هم عاده بياخدوا عربياتهم يصينوها في التوكيلات. مم. فالتوكيلات النهارده الصيانات مش رخيصه تماما. يعني كان في عميل، كان في حد معانا في البودكاست، الحلقه اللي هتبقى قبليكوا او الحلقه اللي قبليكوا، هو بيتكلم ان عنده مرسيدس، هو بيوديها التوكيل الصيانه العاديه اللي هي زيت وفلتر وبوجيهات، بيدفع 30 40 الف مبلغ. مرسيدس، طبيعي براند يدفع برضه. 30 40 الف. مم. فاحنا بنتكلم في دي، كل دي فلوس محروقه احنا ايه لميناها. بلس احنا ما ضحيناش بحاجه، انت مش راكب عربيه لو كواليتي، مش راكب عربيه مش صيني هركب. تعبانه، لا انت راكب بريميوم، حاجه لاكشري، حاجه تديك برفورمانس احسن، حاجه تديك كل حاجه احسن، مم. فاهمني؟ فالتوفير مش بس الحته بتاعت استهلاك الكهرباء والبنزين، ده طبعا جزء مهم بس مش ده التوفير الاساسي. التوفير الاساسي على المدى البعيد وراحه البال بفلوس، يعني راحه البال ان انا ماشي 100000 ما عملش حاجه، ما غيرش حاجه. اكيد انا مش عايز برضه حاجه مثلا كل 10000 كيلو محتاج ان انا لا ما اعملها عنديش، انا كده صيانه كده مريح دماغي وخلاص وماشي، مم. بحطها على الشاحن واطلع انام الموضوع خلص. فدي اهم حتى من النقطه بتاعت البنزين والكهرباء كتكلفه يعني. بس لله. ليه بقى وقتها وقت ما جيت تشتغل قلت كهرباء وما قلتش بنزين؟ عشان خاطر انا كنت عايز حاجه مميزه، انا مش عايز حاجه عاديه. مع عشان ان خاطر البنزين علشان لو خاطر اتطورت فيه
في وقتها في 2019 دي لا اللي كان قوي، كان بس قادر يفتح مركز ماشي، بس وقادر كان في ياخد كومبيتيشن، فلوس. في كومبيتيشن قوي. اكيد. احنا عندنا مفيش كومبيتيشن. احنا في 2020 كان في مين بيصلح بقى كهرباء في مصر؟ لا مفيش عربيات كهرباء، مفيش احنا ما كهرباء كناش بنشوفها في اصلا. الشارع، ما كناش بنشوفها في احنا كان الشارع. في، انا فاكر كان في عربيه مره وصلنا عددها ل 14 عربيه، 14 مالك. كنا مم. بنعمل حفله، فاكرها؟ الجاك الاس 4. يعني الجاك الاس 4 دي اللي هي اكبر شويه من الاس 2 اللي كنا بنضرب عليها. ايوه ولما وصلوا العملاء ل 14 عميل من نفس الموديل، عملنا لهم جروب على واتساب وكنا بنحتفل. انت متخيل 14 عربيه اللي هو اللي هو شحنه واحده دلوقتي. بيتباعوا من معرض عربيات ده اللي هم معرض. ولا حاجه ولا حاجه. فاحنا في وقت صعب. فانت انت ايه مطلوب منك؟ مطلوب منك تبقى حاجه يونيك او حاجه مختلفه، حاجه مميزه. احنا لو كنا طلعنا واتكلمنا او رحنا ناحيه البنزين، مع ان ده الطريق الاسهل، اسهل بكتير يعني طريق اسهل وقتها. بمراحل، اسهل ومضمون. مم. مضمون، سيبك من الاسهل، مضمون. احنا لو انت بتتكلم الحته بتاع الريسك، ده طريق مضمون كده كده. أيوة. مش هتريسك بحاجه، يعني احنا كده كده خش معاك راس مال، هتخش ومن غير وهتشتغل راس مال. معاك ريفرنس بالظبط. يعني معاك حد تساله، عندك الو الحقني، مفيش هنا في بالظبط. الكهرباء الحقني، بالظبط. البس يلا خش برجلك وما تطلعش. مفيش، ما تجيبش حاجه ورا. كنت عايز اسال سؤال كمان. اتفضل. انا كمهندس اقدر ابدا شغل امتى وازاي؟ حضرتك تنصحني برضو كشغل كمان 10 سنين او ك5 سنين مثلا، نتكلم عن المدار القريب. ماشي. ك5 سنين قدام، هل ده مستقبل ليا اكتر ان انا اميل اتجاه العربيات الكهرباء ولا لا؟ طيب احنا بنتكلم انت في ثالثه هندسه دلوقتي، مظبوط. فانت عندك فرصه كويسه، وقت كويس، يعني ان انت نوعا ما لسه قدامك سنتين. فانت عندك وقت كويس ان انت ترمي شويه وقت في دراسه الموضوع ده. دراسته هتبقى ازاي؟ عن طريق حاجه من الاثنين. احنا قلنا حاجه منهم في حلقه او في فيديو مع باشمهندس من التانيين. بس هم اوريدي خلاص، هم خريجين فخلصوا. انت لسه عندك فرصه احسن منهم. ان انت تبدا من دلوقتي. محتاج تبدا تتعلم وتدور كويس قوي وتريسيرش. يعني احنا حد من الباشمهندسين سالني، احنا النهارده انت في 2019 كنت بتعمل ايه؟ ما هو انا ما فيش ريفرنس ومفيش. فانت كنت بتعمل ايه في 2019؟ كنت بتشتغل ازاي في 2019 او 2020؟ ازاي بتستقبل عربيه وتشتغل فيها وانت ما عندكش منها غير واحده في مصر؟ فقلت لهم ان احنا المين بتاعنا ان احنا بنعمل ريسيرش ونتعلم. انت لازم تبقى بتعرف تعمل ريسيرش كويس. احنا الريسيرش هو اساس كل حاجه. بتدور بالصيني، تدور بالاوكراني، تدور بالهندي، تدور بالباكستاني، تدور بالروسي، تشوف ايه المعلومه بتاعتك. الحاجه اللي انت ناقصاك دي في حد على الكوكب عملها. مفيش حاجه اسمها لا، يعني مفيش حاجه اسمها محدش عملها، ومفيش حاجه اسمها مستحيل او مش عارف اوصل. الحاجه اللي انت طالبها او الحاجه اللي انت بتفكر فيها او الحاجه اللي انت عايز تذاكرها دي، في حد على ظهر هذا الكوكب عملها. فانت محتاجين نوصل له، مش توصل له شخص بس، توصل له عملها ازاي، توصل للداتا بتاعته، توصل هو عملها منين، هو عارف يعملها ازاي، هو اللي عملها وانت لا. تمام. فاهمني؟ فاهم. فاول حاجه محتاجه نفس طويل قوي في الريسيرش. احنا كان في عربيات واحده في مصر او اتنين في مصر، محدش اشتغل فيها في مصر قبلينا ومحدش مد ايده فيها قبلينا. دي حقيقة. كنا بنخش نشتغل فيها. بنشتغل فيها ازاي؟ بالفهلوه؟ لا، بنشتغل فيها عشان خاطر احنا كنا بنريسيرش وبنوصل او بنشتري ساعات السيرفيس مانوال مثلا بتاع عربيه معينه. السيرفيس مانوال ده يعني ايه؟ ده كتاب الصيانه. كتاب الصيانه ده قد ايه؟ كتاب الصيانه ده 600 صفحه. لغه اهله ايه؟ لغته صيني. فاهمني؟ فتلاقي نفسك انت قاعد انت والعربيه وكتاب 600 صفحه صيني. يا عايش يلا حل. فاهمني؟ مظبوط. ففي مجالنا، واصلا عشان كده الموضوع مميز، وعشان كده الموضوع دلوقتي هيبقى ليه قيمه دلوقتي، وقيمته هتقل كل ما هيبقى متاح. خلي بالك، يعني كل المعلومه هتبقى متاحه وكل الناس عارفاها، كل ما قيمتها هتقل. هو وقته دلوقتي والبيك بتاعه دلوقتي، والطلب دلوقتي على الناس اللي هتبقى فاهمه الكلام ده. وخلي بالك الطلب مش على الشخص اللي حافظ او الشخص اللي مذاكر كويس، الطلب على الشخص اللي يعرف يوصل للمعلومه. احنا لو تاخد بالك، احنا في التدريب احنا في حاجات كتير قوي احنا عملناها. انا رميتكم في البحر حرفيا، اللي هو انتوا شوف لي دي ايوه ايه. دي حقيقة. يعني انت دور شوف لي دي ايه، لان ده حاجات انتوا هتحطوا فيها فعلا، واحنا اتحطينا فيها قبلكم كتير. كانت حاجة تلاقي مفاجأة نفسك قدام عربيه وانا ايه دي؟ هي دي الفكرة فعلا. احنا اول ما عرفنا ان احنا هنفك العربية كلها، احنا مش عارفين هنفك ايه، بس حضرتك قلت فك. خلاص فك، اشتغل. يعني قول لي ايه ده، اشرح لي ايه ده، وعرفت توصل للمعلومه. يعني انت كنت تعرف توصل للداتا شيت بتاع بطاريه؟ لا. انت كنت تعرف توصل لسعر الكومبوننت؟ لا. انت بس هي كل فكره. انا ما علمتوش تعرفوا تجيبوا حاجه، انا بس خليتكم تحاولوا بالظبط توصلك. فانت ادي فرصه لنفسك تحاول. احنا لما قلنا لكم احنا ما علمناكوش الزرع، يعني ما اخترعناش، بس احنا اديناكم فرصه وقلنا لكم ان ده ممكن. خلي بالك انت ممكن توصل للداتا شيت بتاع البطاريه في عربيه في منها واحده في مصر من على النت عادي. توصل للداتا وتشتغل في البطاريات، تمد ايدك في البطاريه عادي. فاهمني؟ فانت كل فكره انت محتاج النولج دي تبقى عندك، النو هاو دي تبقى عندك، تبقى عارف ان انت تقدر تعمل كده. دي اول حاجه. تاني حاجه، ارمي نفسك في اي
ظروف ممكنه تحتك بيها باي عربيه كهرباء. ارمي نفسك حرفيا. المجال ده مش زي عربيه البنزين. يعني ايه مش زي عربيه البنزين؟ يعني الظروف اللي انت عشان توصل لظروف تحتك بيها، او عشان يحصل مثلا اللي حصل في التريننج ده ممكن ما يحصلش ولا بعد 10 سنين. بالظبط. لو انت فضلت قاعد بيه كده ومستني بقى حد يكلمني ولا ما حدش هيكلمك. ليه؟ مش انت او غيرك، يعني ما حدش يكلمك لان انت بالنسبه للماركت انت مش مش موجود. مفيد. يعني انت مش تعرف موجود، ايه؟ مش ما بتقدم معرفش حاجه، حاجه مش يعني بتقدم حاجه. ما اعرفش حاجه يعني. فانت عشان تبقى ليك فاليو لازم انت اللي تعرض نفسك الاول، او انت اللي ترمي نفسك الاول مره هنا ومره هنا ومره هنا لحد ما تبقى عندك حاجه مفيده. اعرف ساعتها اقدم، تروح تقول لهم لا انا موجود وانا وهعرف واتكلم هعرف اقدم حاجه. ساعتها تعرف تقدم نفسك وتعرف هم هتلاقي نفسك انت بتطلب اصلا. خلي بالك احنا في الحته دي احنا عندنا عجز اصلا. امم مش احنا كسوق، فاهم. مش احنا كبي اس، احنا كسوق احنا كأن عندنا عجز في الحته دي. امم ان انت اصلا عشان حد يجي النهارده يقول لك انا هشتغل في الصيانه او همد ايدي في صيانه، لو حد اكسبرت امم يكون اكسبرت بنزين، ايوه، مش كهرباء. مش كهرباء. فاهمني؟ فهمت. فانت الفرصه النهارده عشان الفرصه تجيلك بس يبقى انت جاهز لها. امم عشان يجي حد النهارده اي في اس او حد تاني يقول لك تعالى يلا يا باشمهندس انت هتدخل تنزل معانا امم في الورشه او هتشتغل معانا مهندس ورشه. طب مهندس ورشه، طب انا اعرف ايه اشتغل بيه مهندس ورشه؟ ولا حاجه. فاهمني؟ فاهم. انت محتاجين نبقى احنا جاهزين الحته دي. الحته دي هيبقى عليها طلب، هيبقى عليها طلب كويس الفتره الجايه. فانت ريسيرش اي فرصه تيجي قدامك، ترمي نفسك تحت اي عربيه كهرباء، ارمي نفسك تحت اي عربيه كهرباء، ارمي نفسك في اي مكان تتعلم منه حتى لو ببلاش. تمام. حتى لو ببلاش اكيد. ضروري، لان المعلومه اللي هتاخدها وانت معدي في الشارع دي بفلوس. يعني المعلومه اللي هتاخدها مجرد ما تطلع من المكان اللي انت كنت فيه دي بفلوس. ممكن تلاقي اكيد. حد تاني شغالك بالمعلومه اللي انت لسه واخدها من الاولاني. واصله لك؟ وصل. يعني في حاجات كتير قوي انت مش هتبقى متخيل قيمتها، بس قيمتها في نظرتها ان هي مش كل الناس عارفاها، تمام. مش كل الناس واخده بالها من الحته فعلا. دي. فاهمني؟ فدي برضو حاجه من الحاجات المهمه لو انت عايز تشتغل في المجال ده او تركز في المجال ده. لازم اعمل سيرش، ريسيرش اعمل كويس. سيرش كويس قوي 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 قوي، ما تيأس. مفيش حاجه مش موجوده على فكره. كل الحاجات اللي احنا سالنا عليها في التريننج موجوده موجود. بشكل او باخر. مفيش اي حاجه مش موجوده. والحاجات اللي محد اللي في جروب ما جابهاش الجروب التاني جابها، فكده كده الحاجه دي موجوده مفيش امم نقاش. هي كده كده موجوده. فانت اللي انت عملته وانت مش بتخترع الذره، اللي انت عملته في حد عمله، روح دور عليه. خلاص. ده المطلوب منك. واصله اكيد. لك؟ اكيد. طب ما كانش بيقابلك بقى مشاكل في ان انت توصل لمعلومات عن العربيه دي؟ لا بيقابلنا بالظبط. وفي اوقات كتير قوي بتلاقي نفسك انت احنا في عربيات اشتغلنا فيها ب6 شهور. بتحلها ازاي؟ انا دلوقتي عندي مشكله في الاونبورد وانا ما اتعاملش مع الاونبورد بتاع العربيه دي قبل كده. ولا عارف شكله ايه، بالظبط. ما اعرفش هو فين. هحلها ازاي؟ ما كانش لسه، خلي بالك عشان تقول لي الدنيا دلوقتي قريبه وسهله. دلوقتي في شات جي بي تي، دلوقتي في ان انت تتواصل مع والنبي الصين بص وتوصل الحته لهم دي على الحته طول. دي لا التواصل مع الصين ده بقاله 20 سنه. يعني الناس قدنا في السن مرتين ثلاثه وكانوا بيسافروا الصين ويجيبوا بضاعه ويتعلموا من الصينيين. التواصل مع الصين ده ملوش علاقه انت مش بتعمل بشات جي بي كده. تي والكلام ده. كنت لما بتعطل بقى انا كنت بتحل بتواصل ازاي؟ مع الصينيين زي مش لازم ابقى هناك. اه. يعني كده كده اللاين بيني وبين الصين كده كده مفتوح، مش لازم اروح. وضايقتك انت حته شات جي بي تي؟ اه قوي والله قوي. ليه بس؟ لان انا كان نفسي اقول كده في التدريب بس انا ما لحقتش. يعني كان نفسي اقول لهم ولا هتفرج يعني يبقى منشن لهم على الحته دي. حاضر. يا جماعه شات جي بي تي لذيذ وسريع وبيرخص وبيريحنا كلنا وكلنا بنستعمله، بس ما ينفعش اغمض عيني وامشي ورا شات جي بي تي. دي كارثه، دي مصيبه، اقسم بالله العظيم دي مصيبه. ليه؟ لان شات جي بي تي هو مش عبقري، هو بس بيكولكت داتا من على اكتر من ويب سايت. اخر داتا ايه؟ جرب كده شوف انت حاجه واثق من نفسك فيها او حاجه اب تو ديت فيها واساله. غالبا هيديك معلومه اصلا عنده قديمه معلومات او مغلوطه حاجه فعلا. غلط. عنده معلومات هتقول له مغلوطه. يا كابتن الحاجات دي غلط، يقول لك اه صح. صح دي انت صح. طلعت غلط فعلا. صح. لا اله الا الله. طب احنا هنمشي ورا شات جي كان بي تي لحد في امتى؟ ريلاي انت قلت لي ابحث عنه. لما جبت الداتا شيت بتاعته من على الويب سايت الرسمي بتاعه كان مختلف عن اللي شات جي بي تي جابه لي خالص خالص. ده هو شات جي بي حقيقي. تي بيطبش. ده حقيقي. فاحنا هنستعمله. احنا بنستعمل شات جي بي تي في ايه؟ بنستعمل شات جي بي تي في حاجات حاجات انجاز. حاجه انا كده كده روبوت هيعمل. يعني روبوت ما بيفكرش، هو روبوت. انا عايز اعمل دي 20 مره. انت فاهم؟ دور لي على حاجه هنا، يعني دور لي على كلمه هنا، نص هنا، اديني لينكات. لما احنا معلومه مش عارفينها وعايزين نجيبها في الانجاز، حتى لما بنسال شات جي بي تي بنشوف الريفرنس فين. انا كذا حد في التدريب يقول لي انا جبت الريلي ده اهو، الريلي ده بسعره كذا موجود مش عارف فين في الصين كذا. فين الريفرنس؟ يقول لي شات جي بي تي. شات جي بي تي مش ريفرنس يا جماعه.
يعني شات جي بي تي مش ريفرنس. شات جي بي تي زي انا بقول لك ان انت جيت سالتني الريلي بكام، قلت لك ب 10 جنيه. طب الريلي ب 10 جنيه هنجيبه منين؟ ما هو لازم اقول لك بقى موجود في الحته الفلانيه اهو ايوه ب 10 10 جنيه. جنيه فكل الناس اللي بتعمل شات جي بي تي انه ريفرنس، شات جي بي تي مش ريفرنس يا جماعه. فحتى لما تدور على حاجه وتسال على حاجه، شات جي بي تي هيديك المعلومه، او اي بوت هيديك المعلومه، شوف الريفرنس بتاعها ايه. لو هو مش عارف ريفرنس اساله، قول له ريفرنس فين يا ريس، ده جاب الكلام ده منين؟ هديك 3 4 لينكات، صح ممكن يبقى لينك منهم بتاريخ 2020 صح بتاريخ صح 2019. بيحصل فده فعلا. ده بيحصل. فشات جي بي تي الاعتماد عليه ووراه احنا مغمضين كده، هو بينجز وقت كتير، مم. بيريحنا كتير، بس نمشي وراه كده واحنا مش عارفين هو بيعمل ايه، كارثه كارثه. كان عندي سؤال، محطات الشحن في مصر مثلا، انا اديها كمثال يعني، هل هي كفايه كعداد عشان الناس تعتمد على عربيات الكهرباء دلوقتي، تعتمد عليها؟ طيب هو السؤال ده فيه نقطتين امم اساسيين. اول حاجه احنا اتفقنا ان احنا كده كده مش هنعتمد على محطه الشارع. اه يعني محطه الشارع دي احنا بنستعملها في الامرجنسي، امم في الطوارئ. انت اللي ما في حضرتش اول امبارح. العادي. محطات الشحن دي احنا بنستعملها في اه الطوارئ، او يعني في الظروف اللي مش طبيعيه. الطبيعي او الاساسي في العالم كله مش في مصر بس، امم ان انا اعتمادي في الشحن على البيت، اه على المحطه اللي هي البيت. بتجيلي اصلا مع رغم كده احنا عندنا محطات شحن اخر سنه واخر سنتين دول بتتضاعف، هي مش بتزيد، هي بتتضاعف. امم يعني ايه بتتضاعف؟ يعني عايزينها يعني 50 بقوا 100، عندنا 20 بقوا 40، اه فبتزيد بشكل مهول. مهول، امم بشكل كويس. لسه عندنا شويه مشاكل في التوزيعات، ان المحطات تبقى مكانها فين. المناطق. يعني في مناطق اه فاضيه خالص، مناطق زحمه جدا بلا داعي، بس يعني مع الوقت ملحوقه. يعني بيتحل، دي مع كده كده الوقت مشاكل بسيطه، مع الوقت ان شاء الله تبقى محلوله. كأي شركة تقدر تبص لشاب أو لمهندس جوه التدريب لسه متخرجش ولا لأ؟ ده سؤالي، اللي هو إمتى؟ كانترنشيب ممكن، او كانترنشيب ممكن، بس مم. كحد بدوام كامل اعتقد صعبه. مم. وبرضه اي في اس او غيرها، انت عشان تبقى موجود في مكان لازم تكون انت هتاد فاليو. يعني واصله لك ان فاهم، عندك حاجة تقدمها. حته مميزه، مم. او عندك حاجه مميزه. احنا بص، مم. احنا دايما لما حد بيجي يشتغل معانا، وعاده ده اللي بيحصل في اغلب الاماكن، انت بتنفست في الشخص اللي معاك. تنفست فيه ايه؟ مش شرط فلوس، مش قصه فلوس خالص، بتنفست فيه وقت، تنفست فيه مجهود، صح ولا لا؟ مظبوط. يعني انت لما تجيب حد النهارده، اي حد من الشباب اللي كانوا في ال... في التدريب، او مم. حتى اللي هيبقوا بعد كده ان شاء الله، تقول له تعالى انت معانا، حلو. فقطعا الشاب ده مهما كان عبقري، مهما كان ممتاز ومحترم وشاطر وكل حاجه، في حاجات كتير قوي جدا هو ايه؟ معرفهاش. يجهلها. فانت هتضيع معاه وقت، هتحرق معاه وقت. مم. عاده احنا ما بنعملش كده غير لما نكون احنا عندنا بلان لايه اللي هيحصل بعد كده. مم. واصله لك؟ فهمت. احنا عشان نجيب حد النهارده يبقى معانا 3 شهور 4 شهور 5 شهور، ايا كان ظروفه ايه، يبقى احنا عندنا بلان، احنا عندنا هنعمل 1 2 3 4. بس هل فاهمني؟ هل النقطة دلوقتي اللي بتكلم فيها مش بتكلم على اي في اس برضه، اه انا كأي شركة، هي لو فكرت بانها تكتفي من الناس اللي عندها، مفيش حد داخل بره، مفيش حد هيزود لي حاجة. لا، هي دي مش مع البوينت. قصه، احنا ما بنتكلمش كشغل. انا قلت لك ايه، انا القصد، اللفظ قصده ارمي نفسك. فاهم. انا معاكم، يعني انا شوفوا انتوا عايزين ايه، تمام. انا هتفرج. فاهم. انت فاهمني؟ فاهم. بحيث انت ما تعملش لود على المكان اللي انت رايحه ايا كان ايه هو. اكيد. حتى لو هو، عشان حتى هو لو هيبقى متضرر او حاسس ان انت لود عليه ما يحسش. امم. فاهمني؟ انا جاي اتفرج، انا هشوف انتوا بتعملوا ايه، وانا هقف كده ساكت. شوف تمام. بس، انا هتفرج اشوف ايه اللي بيحصل، ايه اللي... انت واصله انا لك؟ فاهم، عشان البوينت دي كانت بتحصل معايا في باقي التدريبات، وانا برضه ببقى واقف ساكت لان ما كانش في حد بينزل لنا حاجه بايديها. انا طبعا اه نزلت في كذا تدريب قبل كده خلاص بدون. ماشي. ماشي. ما خدناش التجربه بايدينا، ما خدناش ان اه احنا اشتغلنا اه بايدينا، فاحنا كنا واقفين متفرجين فعلا. صحيح. هي الفكره كان عندنا معلومات، معانا معلومات بس احنا ما استفدناش بيها. غير كهي بس كمعلومه عندي اكيد ليها وقت وهستفيد بيها، بس الفكره كوقتها ما استفدتش بيها، ما طبقتش في اي حاجه نفس بايديا. اللحظه ما طبقتش حاجه بالظبط، فهي دي برضه كبوينت. انت بس لو عشان تتعلم زي ما قلت لك، انت شوف اي تشانس، اي فرصه، وحط نفسك فيها. واعمل حسابك ان انت ده كلام في المطلق على فكره، مش في الهندسه بس. انت لما تروح اي مكان في الدنيا، انت شوف انت هتفيدهم في ايه، او انت هم هيستفيدوا منك في ايه. هتعمل ادد فاليو ايه، يعني إيه القيمه بتاعتك انت ليهم اللي هتضيفها مم. ايه.
وفي وقت من الاوقات كلنا هنبقى بلا قيمه لمكان ما، يعني كل واحد فينا حسب المكان اللي هو رايحه او المكان اللي هو بيتارجته ممكن يبقى في وقت من الاوقات بلا قيمه. فانت محتاج تستعد، محتاج تبقى جاهز للي تقول لهم لا انا عندي كذا، انا اعرف اعمل كذا، لا انا عارف 1 2 3. انا مش هتحرقوا معايا 6 شهور تعليم، او مش هتحرقوا معايا 3 4 شهور تعلموني، مش هتحرقوا معايا وقت، مش هتضيعوا معايا وقت. الوقت يعني فلوس، يعني في فاهم. البيزنس او في الشغل اكيد. الوقت فلوس. فانتوا مش هتضيعوا معايا وقت، مش هتحرقوا معايا وقت تعلموني، لا انا جاهز، انا جاهز. فانت مطلوب منك تبقى جاهز للفرصه، انت لازم انت تصنع الفرصه تبقى انت جاهز لها. تمام. محدش هيجي النهارده في ظروفنا دي وفي البلد اللي احنا فيها وفي العالم اللي احنا عايشين فيه ده هيجي يقول لك تعالى انا هشغلك، انت شاطر جدا، ايه ده، ايه اكيد. الحلاوه دي، تعالى اشغلك اقبضك بدون، ما فيش حاجه لازم. اسمها كده. اكيد. لازم انت تسعى، لازم انت عندك حاجه تقول لا الولد ده شاطر وعنده معلومات كويسه، انا هاخده، انا عايزه معايا. لا انا متارجت فلان ده يبقى معايا يكمل معايا اكيد. في بي اس، انا عايز ده فلان ده يكمل معايا في بي اس. اكيد. واصله لك؟ فاهم. مم. بس طيب من نظرتك انت كده قول لي. للسوق انت شايف العربيات كمان 10 سنين هتبقى وصلت فين؟ عربيات كهرباء في مصر كانتشار بقى هل ممكن مثلا في شركة مصرية تعمل عربية كهرباء خاصة بيها؟ بص هو احنا قريبين قوي من اول حاجه من السوليد ستيت باتري. السوليد ستيت باتري هتقلب الدنيا خالص، مش على امم مش على بس، على موبايلات، على الباور بانكس، على اي حاجه فيها بطاريه في الدنيا. امم هتقلب الموضوع خالص تماما، هتخلي الموضوع كباستي اعلى بكتير وسرعات شحن اعلى بكتير وعمر اطول بكتير. اه فالسوليد ستيت لو هنتكلم من هنا 10 سنين، فاحنا عندنا السوليد ستيت هتبقى محطه فيصليه. امم هتبقى بقى يا 27 هتبقى سنه 28، يعني هي هتبقى وذن 10 سنين، لا هتبقى في اول 5 سنين غالبا من 10 سنين الجايين. اه هتبقى القصه بتاعت السوليد ستيت دي اساسيه، امم هتقلب الموازين كلها. فكره ان احنا نشوف حاجه مصري هنا، مفروض ان ده مش حاجه صعبه تماما. احنا اه عندنا اوريدي مصانع بتجمع هنا حاجات كتير. امم لو مشينا على خط الصين، وده انا قلته في فيديوهات كتير قبل كده، ان احنا لو مشينا بس على خط الصين ان احنا جمع 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 جمع. انت لما بتجمع، انا عارف ان في ناس كتير بتبص على حته التجميع دي، احنا يا دوبك بنجمع عربيه. ما اه تبصلهاش كده او ما تبصلهاش من الزاويه دي. بص لها ان انا عندي احمد ومحمد وابراهيم وعباس ومهندس فلان ومهندس فلان ومهندس فلان والاستشاري فلان واللي كذا وكذا وكذا، اه كلهم جمعوا العربيه. الناس دي عندها اكسبيرينس، امم الناس دي مع الوقت عندهم خبرات كفايه. الناس دي مع الوقت لما تيجي تقول انا هعمل انا، فانت عندك اسم مدربه جاهزه، امم عندك ناس جاهزين يفتحوا بكره مصنع. اه فاهمني؟ ناس كتير انا بسمع الجمله دي كتير، احنا ما بنجمع بس، ده احنا مش عارف يا امم دوب. يا عم خلينا نجمع. الصين بجد قادره، احنا قاعدين بنتحكى بيها النهارده، كانت بتجمع بس. اه في وقت من الاوقات الصين كانت بتجمع كانت بس، دي البداية عامة. كانت دي البدايه. بعد الصين في كده وقت من الاوقات قال لك انت ما فيش ولا مصنع. طبعا الصين سوق عملاق، امم مليار و400 مليون بني ادم. فقال لك ما فيش ولا توكيل هيخش يبيع عندي هنا غير لو شارك شركه صيني اجباري غصب. اه الشركه الصيني دي يكون الحكومه شريك فيها، فانت كده شريك الحكومه امم وتصنع في مصانعنا. فاهم؟ فبقى إجباري عن ليهم إن فبقى هم عنده بقى بعد 10 سنين، بعد 20 سنة بقى عنده ستاف كبير قوي، عنده ناس كتير قوي عندها اكسبيرينس، عنده القدرة إن هو عنده القدرة ساعتها ان هو بشوية خبرات بسيطة امم وشوية انفستمنت كويسة ان هو يعرف يقوم ساعتها مصنع. انما انت اه هتيجي النهارده ناس ما ادتش ايديها في عربيات قبل كده، ما تعرفش اصلا وقت التجميع شغال ازاي، ما صنعتش عربيه في حياتها، اه هتجيبهم سواقين ولا شغالين ميكانيكا ولا شغالين هتقول لهم يلا عايزين نجمع عربيه؟ مش هيعرف مش منطقي. اه فاحنا المفروض يعني نأمل واحنا كل حاجه المفروض تؤهلنا إن لهذا. شاء الله احنا أكيد مش يعني قريب، في مش بعاد قوي، مش حاسس ان احنا امم بعاد قوي يعني. ان احنا قريب نشوف حاجه على الاقل امم تبقى متجمعه كلها في مصر. نشوف اه مصنع من الكاتل مثلا ولا بي واي دي في مصر، ده برضو مش بعيد يعني. مش حاجه بعيده، مش حاجه صعبه يعني، مع شويه تسهيلات بس من الدوله كده وزقه من الدوله كده ان شاء الله كل ده هيتظبط. بإذن الله. أتمنى برضو إن أنت تكون سبب في الحاجة دي. يا رب، قول يا رب اه كده، انت احنا مع بعضينا بقى، احنا يا رب ناخد أكيد ما الاستاف وناخد نكرهش الجروبس كده ونروح نعمل يا لنا ريت مصنع بالعكس ونجمع أول شويه واحد عربيات. يا ريت تكون أول واحد. طيب انت مشيت بقى خطوات كتير في الموضوع دوت بتاع العربيات الحمد الكهرباء، لله. وانا كمهندس انا حابب ان انا امشي في الموضوع ده انا كمان. بص دلوقتي غير زمان، دلوقتي انت عندك فرص كتير امم عندنا او عند اي حد تاني. مراكز بقى برضو كتير دلوقتي، احنا ما عندناش مختصرين، هم كتير، ده اللي هم 4 5 يعني، بس بقوا كتير، احنا بالنسبه لنا ماشي. كتير كده. فانت عندك فرص ان انت ترمي نفسك في اي مركز، وانا قصدي ترمي نفسك، اعمل اي حاجه، اشتغل اي حاجه باي وقت، مسلل او من غير، ايا كانت الظروف، لان انت رايح تكليك ديت، رايح تتعلم. في الفيلد ده مفيش اصلا حد متعلم،
يعني احنا النهارده عايزين نهاير حد ورك شوب مانجر مثلا او حد يشتغل في يمسك الورشه تحت، مفيش حد كواليفايد مم. او قليلين جدا جدا جدا. ما انا سؤالي هنا بقى، عشان ابقى كواليفايد في الحته دي انا اكيد مش هنزل اقول شغلوني يعني. لا بقى بالظبط، حصل يعني لازم بتحصل. كده. بتحصل ناس بيجوا لنا من ميكاترونكس ومن اقسام تانية، انا عايز اشتغل حتى لو ببلاش. امم حصل كذا مره. هقعد معاكم اسبوعين 3 شهر وانتوا اللي انتوا عايزينه وبعدين مش مشكله. احنا وصلت معانا في اوقات معينه كان في اولياء امور بيكلمونا على ابني مش عارف 5 هندسه، ابني مش عارف 6، خدوه معاكم شهرين 3 شوفوا هو هيطلع منه ايه. ففي الفيلد بتاع عربات الكهرباء ده انت مش زي البنزين، انت محتاج تتعلم بحاجتين، او يعني في منهم طريقه اساسيه، او انت لازم ترمي نفسك في السوق. انا بقولش اشتغل ببلاش برضه، بس ايوه في ظروف معينه الفايده العلميه اكتر بكتير قوي من الفلوس. يعني الفلوس تبقى وقتها بلا قيمه او اللي حاجه هتاخده دلوقتي كعلم بعد كده هتاخده كفلوس اكتر بكتير. انت لو رحت اتعلمت في المكان وبعديها رحت اشتغلت في نفس المكان هتاخد فلوس اكتر بكتير من تروح تشتغل وانت مش فاهم حاجه. صح يعني صح وانت على الله كده داخل صح. شغلوني، ده حقيقي ده ده حقيقي. ده صعب. فانت محتاج لو انت عايز تخش المجال ده محتاج تقحم نفسك في المجال، لان المجال ده محدش هيدور عليك. لان انت مش انت يعني عموما كمهندس. كمهندس انت بالنسبه للمجال انت ستيل بلا قيمه. يعني انت ما عندكش حاجه تقدمها لي انا كشركه او انا كمركز. ما عندكش حاجه. انت تيجي النهارده تقدم لي ان شاء الله في 20 واحد مقدمين على نفس الجوب وكلهم تايتل، معلوماتهم زي معلوماتك، وكلكم اعلى حاجه بسيطه اقل حاجه بسيطه. كلهم الشاطر فيهم يبقى بالظبط شاطر في البنزين. بالظبط. يعني لو في حد متكحرت ومد ايديه وبتاع هيبقى شاطر في البنزين، البنزين مش ده شاطر في حقيقي الكهرباء اصلا، ما يعرفش حاجه عن عربيات الكهرباء. فتيجي تقول له العربيه دي ايه بالموتور ده ايه انا ما البتاع كنتش ده ايه، افكر انزل هو تدريب مش عارف عربيات حاجه. كهرباء. انا لما نزلت بسبب الجامعه، دي فرصه يعني ممكن سبب من عند ربنا. الحمد لله. ولكن انا كتجربه على طول او بدور، انا واحد بحب مجال العربيات وحابب ان انا اكمل فيه، دماغي على طول رايحه سكه البنزين. انا عايز ان انا انزل مركز في البنزين، اه اتعلم في البنزين، اه مواتير، كل الحاجات كلها مع شحن ان يعني. الديماند بقى والطلب كله على بتوع الكهرباء دلوقتي، دلوقتي شغال على الكهرباء على بتوع دلوقتي فعلا. الكهرباء دلوقتي. يعني ده انت حقيقي انت ما فيش مهندسين، ده حقيقي المهندسين قليلين، ده حقيقي ده حقيقي قليلين فعلا. جدا. يعني انك تلاقي حد فاهم قليل قليل قليل. قليل. وما بنلاقيش ما بنلاقيش نجيب حد يكون لسه مش فاهم حاجه، او لسه متخرج، او لسه ما عندوش نو هاو، يقعد 3 4 شهور يتعلم. موضوع مهلك. فعشان كده بقول لك اللي عايز يتعلم ارمي نفسك ببلاش، ارمي نفسك عند اي حد من المراكز او من الشركات اللي شغاله هتعلم كويس. بلس ان ده برضو مش هيعلمك كل حاجه. في سوقنا في مصر هنا عندنا كتير قوي ناس مش اشخاص، بس عندنا مبدأ الفهلوه ستيل موجود. ماشي. فده برضو لو انت مهندس ممكن تحس الكلام ده مش هيجي معاك قوي. فانت محتاج تاخد شويه ناحيه الحته الاكاديميه، انت بالظبط. تدور وتذاكر وتعمل ريسيرش انت بنفسك. تشات جي بي تي اللي انت بتخش تساله قول لي دي كام حصان ودي كام حمار ودي موتورها ايه، قول له اديني ريفرنس اذاكر منه هيديك ريفرنس. هيديك. يعني قول له اديني انا عايز افهم ده بيشتغل ازاي، اديني ريفرنس بالهندي هيديك، ريفرنس بالعربي هيديك، اديله جالك فايل بالصيني اديله يترجمه لك. يعني حتى دلوقتي الموضوع بقى اسهل. ايوه انا بقول لك احنا ايوه. كان بيجي لنا الفايل اقسم بالله العظيم 600 صفحه صيني. احنا كنا ترجم بنشتري وعيش بقى. سيرفيس مانوال صيني 600 صفحه. مم. ولو فكرت توديه شركه ترجمه بيقول لك لا احنا هناخد كام $1500 ولا $2000 عشان ترجمة ترجمه المانوال بس. بروفيشنال، عشان يترجم 600 صفحه ترجمه بروفيشنال. فطبعا مفيش الكلام ده. احنا يا باشا اديني الورق انا واديني ابعت لي انا PDF وانا هتصرف. ما انا هتصرف. تشغلش بالك الكلام ده برضه. مفيش شات جي بي تي، مفيش اي حاجه من الحاجات دي. احنا كان كانش يعني لسه كانت الترجمه بالصوره دي اختراع يعني وقتها، مم. عشان تاخد صورة وتترجم من وتترجم من عليها عليها. ده كده مم. احنا كده فاهم عدينا ايوه المريخ ايوه. يعني. بس فالموضوع عايز اجتهاد، عايز اجتهاد، لان مفيش حد هيديك المعلومه في بقك. يعني محدش هيقول لك خد هي دي روح. عموما والمجال ده بالذات اكتر بقى، لان ما قلت لك هو مفيش الداتا مش كتير ومحدش فاضي برضه يعني. صح. ويعني محدش فاضي ان هو يقعد بكام وقته ده بكام عشان يقعد يديك كل حاجه. صعب. فاللي عايز اقرر، اللي عايز لازم هو يسعى، هو يتكحرت شويه، يغلط مره 2 3 10 مش مشكله، بس هيبقى مادد ايده يتحرك. المهندسين يستغل ان هو مهندس، ما يتعاملش ان هو فني، ومش يتعاملش ان هو فني يقعد يتأنتك على خلق الله، لا يتعامل ان هو مهندس، ان هو يبقى عنده يربط الحته اللي هو شافها في الورشه مع الصنايعي مع محمد مع حسن مع ابراهيم، بمعلوماته يربطها يعني. بالداتا بتاعته بالظبط. بالفكر بتاعه المختلف، فيوصل للاخر للمهندس ناجح، صح. مهندس شاطر
يبقى مطلوب يعني، احنا عايزينه ودول عايزينه ودول عايزينه ودول عايزينه. عندك اسئله تاني؟ انا حلو كده، انت كده حلو، انا كده انت كويس. كده زي الفل. طيب احنا كده خلصنا، اتمنى الحلقه ما تبقاش طولت او ما بقتش طويله عليكم. السلام عليكم.